السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بالشباب، قديس وبمقطع جديد. شباب حبايب قلبي، بداية بمقطع اليوم راح اشرح لكم عن المستوى بالتفصيل، راح اعلمكم من كل جيم كم نقطة مستوى تحصلون، وشلون تقدرون تزيدون هذه النقاط، وشلون تقدرون توصلون المستويات والليفلات عالية، وهماتين راح اشرح لكم اسرع طريقة لرفع التقييم. كل هذه المعلومات ان شاء الله راح نتكلم بيها بمقطع اليوم، لكن بالبداية اريد من اي شخص اول مرة يشاهدني واي شخص ما مشترك بالقناة ينزل يشترك بالقناة ويفعل جرس التنبيهات، لان بالايام القادمة راح انشر مقاطع جدا اسطورية وصاروخية وراح هواية تستفادون منها. وهماتين اريد هذا المقطع تفجروا لايكات، توصلوا اكثر من 10,000 لايك، لان مقطع اليوم مميز وفريد من نوعه وما حد متطرق الموضوع المستوى باليوتيوب، فهذا المقطع اريد تفجروا لايكات اكثر من 10,000 لايك لازم اتوصلوا، وادري بكم كفو قدهم ما راح تقصرون. حبايب قلبي شغله اخيره وبعدها راح نبلش بالشرح. طبعا بالمقطع الاخيرين ما اختارت اشخاص من التفاعلات الاخيره دزيت لهم شدات، بهذا المقطع ان شاء الله راح نختار من الشعبيه من التفاعلات الاخيره ندز لهم شدات. نرجع التفاعلات الاخيره نختار لنا شخصين، هذا الشخص داز هنا وراجع داز دراجه، خلينا نختار هذا الشخص نسوي له سكرين شوت، خلي نختار الشخص الثاني. بالله هذا هو الفائز الاول، الفائز الثاني خلينا نختاره هذا الشخص. فهماتين شنو نسوي له؟ نسوي له سكرين شوت. هذول الشخصين راح ادز كل واحد منهم 60 شده. في المقطع القادم ان شاء الله راح اختار شخص او شخصين من التفاعلات الاخيره بالشعبيه ادز لهم 180 شده. فهذا الايدي مالتي 53877 موجود براسه تعليق، تعالوا سووا لي شعبيه، خلونا نوصل 4 ملايين شعبيه اليوم ان شاء الله ويا موعد المقطع. حبايب قلبي هسه اترككم ويا مقطع اليوم. طبعا راح اشرح لكم اول شيء معلومات مهمه عن المستوى، وبعدها راح اشرح لكم اسرع طريقه لرفع التقييم. نصيحة أخيرة، لا حد يقدم أو يتخطى أي ثانية من المقطع، لأن كل كلمة راح أقولها هي كلمة مهمة ومرتبطة بالشرح. المستوى وما أدراك ما المستوى. حبايب قلبي كل مستوى يوصل له الشخص، مثل ما أنا هسه مستواي 71، الشركة تطلب منك بشكل تلقائي نقاط مثل ما تشوفون قدامكم حاليا بالصورة. هاي النقاط بمجرد ما توصل لها أو تتخطى حاجز هاي النقاط راح تعبر أو تنتقل او تصعد ليفل جديد. يعني انا هسه مثل ما تشوفون قدامكم واشركم بالمستطيل، الشركه طالبه مني 200,000 نقطه خبره، او خلينا نسميها نقطه مستوى، على مود انتقل المستوى الجديد الا وهو المستوى 72. هذه النقاط منين تجينا؟ هسه اقول لكم منين تجيكم، لكن بالبدايه كل ما تزيد مستوى كل ما تصعد مستوى، يعني هسه مو مستوى 72، اذا صعدت مستوى 73 راح تزيد هذه النقاط اللي تطلبها الشركه مني حتى اصعد المستوى 73. يعني انت كل ما صعدت مستوى جديد راح تزيد النقاط اللي تطلبها منك حتى تصعد للمستوى اللي بعده. كل ما كان مستواك اقل، يعني انت اذا مستواك اقل من 70 60 بال50، لا راح تطلب منك الشركه نقاط اقل من النقاط اللي انا طالبتها مني حاليا اللي هي 200,000 نقطه تقريبا. نقاط الخبرة هذه منين نحصلها؟ حبايب قلبي من كل جيم انت تلعبه تحصل نقاط. هذه النقاط مثل ما تشوفوا قدامكم بعد نهاية كل جيم، سواء تموت او تاخذ مركز، يقول لك هنا ضمن الاحصائيات نقاط الخبرة اللي منطيك اياها، مثل ما مشركم انا حاليا بمستطيل. هواية منكم بس ينتهي الجيم ينظرون فقط او يهتمون فقط ايش قد انطوهم على الكيدي وايش قد انطوهم على التقييم، ما ينظرون النقاط الخبره. واصلا بيكم يعني اصلا اكو بيكم هسه يمكن اصلا ما شايفيها نهائيا هاي نقاط الخبره وما متفتيلها. بحيث انا اسال بعض الاصدقاء اقول لهم شو تعرفون عن النقاط يعني مال المستوى، يقولوا لي قديس احنا نلعب والمستوى واحد يزيد. فالاغلب انه ما ناظرين لهذه نقاط الخبره او ما يعرفون بيها اصلا. فهاي نقاط الخبره هي اللي تزيدك وتعبرك مستوى. اكو عوامل تسويها انت داخل الجيم تخليك تحصل نقاط هوايه، يعني تزيد من هذه النقاط اللي انت تحصلها. هاي العوامل يتشابه بيها المستوى ويا التقييم. كنا نعرف بانه على مود ينطوك نقاط اكثر بالتقييم يرادك شغلتين، تجيب مركز زين وتجيب عدد كلات. يعني اذا انت دخلت جيم وجبت مركز زين مثلا توب 10 او مركز اول او مركز ثاني وجبت كلات عدد عالي راح ينطوك نقاط بالتقييم اكثر. هذا الشيء كنا نعرفه. نفس الشيء المستوى بالضبط، المستوى نفس الشيء بالضبط، كل ما جبت كلات اكثر وكل ما جبت مركز احسن راح ينطوك نقاط بالمستوى اكثر. اكيد هسه انت تقولوني قديس شلون؟ شنو الاثبات؟ شنو الدليل؟ هسه اني كل شيء راح اقول لكم اول باول. حاليا مثل ما تشوفون قدامكم هذه الصوره، لعبت جيم جبت بيه مركز
93 مركز هيك بال90. انطوني ايش قد نقاط خبره؟ انطوني 11 نقطة خبرة، مأشر لكم كل شيء بمستطيل بالاحمر يعني. انطوني 11 نقطة خبرة، ما جايب ولا كل. هذا الجيم الصورة اللي جوده، شوفوا هذا الجيم لعبته جبت مركز بال50، مركز 51. شوفوا كم نقطة خبرة انطوني 117 نقطة خبرة. هذه الصورتين شنو يعني؟ يعني انه كل ما جبت مركز احسن انطوك نقاط للمستوى احسن. هذه اول شيء علاقة المستوى بالمركز. نجي هسه على الكلات، نفس هذا الجيم اللي جبت بيه مركز 51 صح لو لا؟ اللي انطوني بيه 117 نفسه نخليه هسه هاي الصورة صعدها فوق. هذه الصورة الثانية جبت اني مركز 47 وجبت 7 كلات. شوفوا كم نقطة انطوني 292 نقطة مستوى. يعني هسه هذا دليل على انه على الكلات والمركز لها علاقة بالمستوى، نفس التقييم بالضبط. فهالشي يعني انت كل ما جبت مركز احسن وجبت عدد كلات احسن راح ينطوك نقاط للمستوى اكثر. حاليا مثل ما تشوفوا قدامكم هذه الصورة، انا جبت هنا مركز رابع جبت 20 كل، انطوني 760 نقطة مستوى. فهوايه منكم يقولوا لي قديس يعني انا دائما انشر كل ما اصعد مستوى انشر ستوري بالانستا ومرات انشر بالمنتدى، يقولوا لي قديس احنا وياك نفس المستوى بس انت ليش تصعد اسرع منا؟ ممكن السبب يا حبايب قلبي انه انتم ما تجيبون كلات عاليه او تجيبون مركز، او بين قوسين ما مهتمين، انتم لا تلعبون تقييم ولا تلعبون على الكيد، يعني تلعبون ونسه وضحك وتحشيش، فتلعبون جيم حتى لو متوا بالاول عادي، فلهالسبب يتاخر صعود المستوى عندكم بحيث تاخذون فد مده معينه يعني طويله شويه يلا تقدرون تصعدون مستوى جديد. فحبايب قلبي حاليا عرفنا انه المستوى كل ما جبت انت كلات اكثر ومركز احسن زادت نقاط المستوى اللي ينطوك اياها. فحاليا هذه المعلومات اللي لازم تعرفوها عن المستوى. بقت شغلات طفيفة تأثر على نقاط المستوى، الا وهي من تجيب من انه انت تعالج اصدقائك، من توقع نوك، من تدخل باشتباكات قوية، هذه هماتين تأثر لكن بشكل طفيف. اهم شيء الكلات والمركز يعني مثل التقييم بالضبط. حاليا ننتقل الى اسرع طريقة لرفع المستوى. احنا لحد الان ما شارحين طريقة رفع المستوى بسرعة، شرحت لكم فقط معلومات مهمة لازم تعرفوها عن المستوى. هسه ننتقل لأسرع طريقة لرفع المستوى حبايب قلبي. وحاليا بعد ما شرحت لكم المستوى بالتفصيل وانطيتكم معلومات كاملة عن المستوى وعلمتكم شلون تقدرون تزيدون النقاط اللي تحصلوها من كل جيم، نجي هسه على طريقة رفع المستوى بسرعة خيالية وأسرع طريقة لرفع المستوى. طبعا الطريقة طريقة جدا سهلة وبسيطة والكل يقدر ينفذها، الكل يقدر ينفذها بدون استثناء. حبايب قلبي اول شيء تسوون اول ما راح تفتحون لعبة ببجي تجون هنا على المخزون. الطريقة موجودة وين؟ موجودة في المخزون. تجي هنا على هذا الصندوق، تجي هنا على هذه البطاقات. شوفوا هذه البطاقات، هذه بطاقات EXP في 2. هذه البطاقات كل شخص عنده من هذه البطاقات، منهم اللي عنده 10 6 7 8، كل شخص عنده من هذه البطاقات. هذه البطاقات شنو فائدتها؟ هي هذه البطاقات الجوهر او المحور، او هي هذه البطاقات هي الطريقة لرفع التقييم بسرعة خيالية. شلون؟ هسه انا اقول لكم شلون. حبايب قلبي هاي البطاقة بمجرد ما تسوي لها استخدام راح تقدر تضاعف النقاط اللي تحصلها من كل جيم. يعني هسه انت مو سويت لهاي البطاقة استخدام ودخلت جيم، النقاط مال المستوى اللي تحصلها من الجيم هذا اللي راح تلعبه راح تنضرب فيه 2 باستعمال هذه البطاقة. يعني انا هذا الجيم جبت بيه مركز رابع 20 كل، لو مستخدم هذه البطاقة وداخل بهذا الجيم بدل ما احصل 760 احصل 1520، يعني النقاط تنضرب في 2. هسه تقولون قديس لازم الا اجيب 20 كل ومركز رابع يلا تضاعف النقاط. لا، بمجرد ما تسوي استخدام للبطاقة وتلعب جيم اي مركز تجيبه اي كلات تجيبه، النقاط مال المستوى اللي تحصلها راح تنضرب في 2 بشكل تلقائي بدون ما يقولوا لك، يعني بدون ما يقولوا لك احنا ضربنا النقاط في 2 نقاط الخبرة، لا وحدها راح تنضرب في 2، يعني راح تحصل ضعف النقاط اللي تحصلها من كل جيم انت تلعبه. يعني متخيلون شنو فائدة هذه البطاقة؟ متخيلون شلون راح
متخيلين شلون راح تقدرون ترفعون النقاط مال المستوى مالتكم بسرعة خيالية؟ بس تسوون استخدام لهذه البطاقة وتدخلون جيم وخلص. بعد وحده كل نقاط تحصلوها راح تنضرب في 2 وراح تحصلون دبل نقاط المستوى يعني، وتقدرون ترفعون تقييمكم بسرعة خيالية. بين فترة وفترة انا استعمل هذه البطائق وارفع المستوى مالتي. حبايب قلبي كم نصيحة لازم تعرفون عن هذه البطائق قبل لا تستخدموها، الا وهي طبعا اكو عدة انواع من البطاقة. هسه انا عندي هذا النوع اللي هو بطاقة لمدة يوم واحد، يعني هاي البطاقة استخدمها يحق لي استخدمها ليوم واحد مو دائما طبعا. وعندي هاي البطاقة عندي بيها 24 يحق لي استخدمها لمدة ساعة وحدة. يعني هاي البطاقة مو تسوي لها استخدام وعبالك دائمية مثلا انت وكل عمرك بالببجي، لا فقط ساعة، يعني كل بطاقة ولها مدة. هسه هاي مو اسوي ساعة، كل بطاقة استخدمها ساعة كاملة تبقى عندي، اقدر العب وازيد نقاطي، بعد هاي الساعة تروح هاي البطاقة. طبعا تقدر تستخدم اكثر من بطاقة. انا لو استخدمت 24 بطاقة عندي من الساعة اقدر استخدم، يعني يصير عندي 24 ساعة. لكن نصيحة استخدموهن بطاقة، لا تفعلون اكثر من بطاقة، يعني مو تفعل 5 بطائق يصير عندك 5 ساعات وبعدين يصير تطفى الكهرباء يوصل النت وتطير من عندك البطاقات وكان مني يروح ما يرجع بعد. لا، استخدم بطاقة، العب براحتك عادي، بس تكمل وانت بعد عندك وهز تلعب، عندك وهز تصعد مستوى مالتك، سوي استخدام مرة ثانية وراح شنو تستمر على هذه الحالة لحد ما تخلص كل هذه البطائق مالاتك. فحبايب قلبي هي هاي طريقة رفع المستوى، هي هذه البطائق استخدموها ولعبوا جيم وسووا مثل ما قلت لكم، جيبوا مركز عالي، جيبوا كلات عالية، وراح تنضربوا النقاط مال المستوى في 2 وراح تقدرون ترفعون تقييمكم تقييمكم شنو المستوى مالتكم بسرعة خيالية. فحبايب قلبي بعد ما تدوسون استخدام للبطاقات تظهر مثل هذا القوس. تشوفون هذا القوس اللي يم اسمي يم التاج، يعني انه البطاقات فعلت وعلى حسب الاصل. فهنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى الكل استفاد مقطع اليوم. كتبوا لي افكاركم او شو تريدون انزل بالمقاطع القادمة بالتعليقات وان شاء الله راح انزل. اشوفكم خير ان شاء الله المقطع الجاي، مع 1000 مليون تريليون سلام.